ورجعت لكم تاني في تحلى الحكايات مع مولي شهرزاد. النهاردة هحكي لكم حكاية عمارة جروبي، من أشهر وأحلى العمارات في ميدان طلعت حرب. يلا بينا نسمع حكاية عمارة جروبي. شيدها السويسري جاك أشيل جروبي، وبيرجع تاريخ إنشائها إلى 1924 على يد المعماري جوزيه مازا، وبتقع في ميدان سليمان باشا اللي هو حاليا ميدان طلعت حرب، وبتبلغ مساحتها 1445 متر مربع، وهي على الطراز الكلاسيكي المستحدث. ومن علامات العمارة بيوجد مقهى جروبي الشهير اللي هو على الطراز الكلاسيكي، وبيوجد في الدور الأول في العمارة كمان النادي اليوناني الخاص بالسفارة اليونانية. تعالوا بينا يلا ندخل نتفرج على النادي اليوناني جوه، وهو كافيه ورستوران، والمكان جميل جدا والفايبس بتاعته حلوة جدا. ولو عايزين بقى تعرفوا معلومات عن مطعم جروبي اللي موجود تحت العمارة أو أي مطعم يخص جروبي، ادخلوا على الفيديو بتاعي موجود وأنا بتكلم عن جروبي وقصة حياة جروبي. أنا كده خلصت جولتي في العمارة. وانا نازله بتمشى كده حسيت بشويه صداع، فقلت اروح اخد قهوه في مكان كده في وسط البلد. لقيتني قريبه من جروبي، فقلت ادخل كده اخد فنجان قهوه وبالمره كمان احكي لكم حكايه جروبي. يا ترى مين هو جروبي؟ جاكومو جروبي هو الراجل السويسري اللي جه مصر سنه 1889. وقتها أسس 4 محلات للحلويات الغربية في مصر، وجروبي هو أول محل دخل الآيس كريم بالطريقة المودرن في مصر. وأشهر فرع لجروبي هو فرع سليمان باشا اللي كان دايما كبار شخصيات الدولة متعودين يتقابلوا فيه، اللي احنا بنصور فيه ده. وأي حد أجنبي كان متعود على الأكلات الغربية كان لازم يروح هناك. المكان ده كان مشهور بحاجات كتير زي الكاساتا والآيس كريم والمارون جلاسيه، وحاجات كتير كان منفرد بيها جروبي مش موجودة غير فيه. تعالوا اوريكم الاوبن اريا اللي موجودة في المكان. طبعا زي ما احنا شايفين ده المكان اللي كان بيجي يجتمع فيه الممثلين بقى، وكانوا كمان بيمثلوا فيه مشاهد في المسلسلات والافلام. المكان ده فيه تماثيل اهي زي ما احنا شايفين، وفيه اسدين بالظبط زي اسدين قصر النيل بالظبط اللي موجودين على الكوبري. يا رب تكون جولتي في جروبي عجبتكم، واشوفكم في جولات جديدة. باي باي.